السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعافية. وصفتنا لليوم هتكون وصفة لإزالة الدخان السوداني. مكونين فقط هنستخدمهم في الوصفة بتاعتنا. أول مكون عندنا الرماد، ده الرماد. والمكون الثاني وهو عبارة عن الليمون. هنستخدم ملعقتين بتاعت رماد او حسب كمية القشرة بتاعت الدخان بتاعتك. هنضيف الملعقة ملعقتين من الرماد، وهنضيف 3 ل 4 ملاعق من الليمون او الحامض. هيكون في تفاعل بسيط زي ما انتوا شايفين، لانه الليمون مع الرماد هيتفاعلوا شوية. تلخبطيهم مع بعض لحد ما تتحصلي على عجينة، وبعد ذاك ده القوام اللي احنا عايزينه. تمسحيه في رجلينك وتمسحيه في يدينك، في كفة يدينك. بعد ذاك تلبسي اكياس، الكيس بتاع النايلون العادي بتاع الخضار، تخليهم مدة بتاعت نص ساعة. بعد ذاك تجي تكرشيهم بالكراشة العادية، او ممكن برضو تعركيهم بالليفة. القشرة بتاعت الدخان هتطلع كلها وما هيكون مفضل اي قشرة او اثار بتاع الدخان. وممكن بعد ذاك تاخدي الحنة بتاعتك، او ممكن ترسمي، او لو حابة انه تنظفي جسمك من القشرة بتاعت الدخان. دي الطريقة سهلة جدا ومجربة، وطريقة حلوة شديد، ومكوناتها بسيطة. ملعقتين من الرماد، و4 ملاعق بتاعت ليمون تلخبطين مع بعض، وبعد ذلك تمسحي جسمك. وبعد ذلك تخليهم مدة بتاعت نص ساعة، وتجي تغسلي رجولك. الوصفة دي حتى لو انت عندك قشرة في جسمك غير قشرة الدخان، برضو ممكن تستخدميها وتلبسي الاكياس وتخليها مدة بتاعت نص ساعة. بعد ذاك تجي تدعكيها بالليفة، ويا ريت لو كانت ليفة مغربية او ليفة تكون خشنة، بتزيل لك كل القشرة الموجودة في الجسم. بتمنى الفيديو ينال اعجابكم، وما تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يصلكم كل فيديو جديد بنزله. لحد ما يلتقيكم في فيديو قادم، اترككم في رعاية الله.